السلام عليكم. صلوا على النبي. اليوم غادي نطيب معكم حشا ديال الفول. غادي نحتاجو الماء حسب الخليط. غادي نحتاجو التميدة رقيقة ناعمة 200 غرام، و كتبقى كتضيفي على حسب ميزانك. غادي نحتاجو الزيت ونور او زيت مائدة. بالنسبة لسكر الفانيلا كتبقى اختيارية ماشي ضرورة. غادي نحتاجو واحد طاسية ديال الخمارة وقبضة ديال الملح ومعلقة كبيرة ديال السنيدة. كناخدو دابا اي اناء غادي نضيفو بسم الله السميدة. انا غادي ندير 200 غرام ديال السميدة، نتوما على حسب عدد الأسرة ممكن تضيفوا كيلو إلا ربع. ودابا غادي نضيف زيت بسم وبقى نخلط دابا هنا زيتي. ممكن تخليوها ليلة كاملة ولا من 5 دقايق حتى ل10 دقائق، كيما خليتيها كتكون احسن. ما تخويش الزيت كامل، بقاي تخوي شويه بشويه على حسب الكميه اللي عندك تبدا واش كتشرب ولا ما كتشرب. حيت واحد النص غادي نضيف ديال معلقه ديال التنيفه وطاسيه ديال سكر فانيلا، وهنا غادي نضيف شويه ديال الملحه وغادي نخلط عاوتاني على جيدا. ودابا غادي نضيفو كيس ديال خميره الحلويات من بعد اللي كتصفى. غادي نخلط عاوتاني وبقى نضيف شويه بشويه من الماء من الروبيني. انا هنا درت 200 غرام ديال السميده فقط، ما احتاجيت بزاف ديال الماء، درت شويه وكفاني. صلوا على النبي. وكنخليوه يرتاح واحد شويه وعاد نرجعو. بالنسبه المقله كنخدنوها من بعد كندهنوها. انا هنا درت عقدة تطشين ديك التميدة. انايا هنا رشيت عليه الدقيق ديال الفينو ورشيت عليه التميدة تا هو. انا هنا خديت بورق الزبدة وخوت عليها المقادير ديال الحرشة. كتبقى اختيار بالنسبة لورق الزبدة. ومن بعد انايا قديت مقادير وبقيت كنبططها. من بعد ثاني رشيت عليها ديك التميدة من فوق وخديت معلقة كتبقاي كتغطيها حتى في الجوانب هكا. انا دابا غادي ندخلها في الفرن. ممكن تدخليها نتيا فقط في المقله عاديه، كتبقى اختيار. وهنا كندخلها في الفرن. الصينيه ضروري معتمده عليه، ضروري تكون في الفرن.